بصوا يا جماعه والله يعني مش تحيز يعني، بس انتوا عارفين الشكل بيبان يعني. ربنا يديها الصحه والله ويجازيها خير، مش عشان نلوم يعني، انتوا عارفين. ربنا يكرمك بس يا رب. بتتعب في المطبخ. ربنا يخليك يا رب. عشان كده بقى يا جماعه كافئونا باللايك بقى يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لومي لومة. وزي ما سمعتوا كده الحاج راضي عني النهاردة، شجعوني بقى أنا كمان باللايكات الحلوة بتاعتكم عشان أعمل لكم كل جديد وأتشجع أرجع لفيديوهات المطبخ من جديد. النهاردة بقى زي ما شفتوا كده هعمل للحاج أكلة حلوة قوي، وهي الكبسة. الكبسة بقى أسهل ما يمكن وبنعملها كلنا في حلة واحدة عشان ما يبقاش عندنا مواعين كتير، لكن أنا أكتفي بالحلة الواحدة، اسكت بحبه الكبسه وخلاص؟ لا ما اسكتش، هعمل كمان شويه شوربه كده حلوين، شويه دكوس ياكلوهم مع الكبسه. لكن قبل ما نبدا الفيديو زي ما انتم شايفين كده هبتدي اروق المطبخ، لاني انا ما بعرفش ابدا اي حاجه في المطبخ قبل ما بخلصه واروقه واخليه زي الفل معايا، عشان يبقى نفسيتي حلوه كده وانا واقفه في المطبخ بشتغل. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وقولي لي بتتفرجي عليا من انهي بلد، ولو لسه اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه بسرعه انزلي على زر الاشتراك وفعلي الكل يا ست الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده انا بجهز كل المواعين قدامي في الحوض علشان يبقى المطبخ كله رايق وكله يتكون معايا في حته واحده، ما يبقاش فيه مواعين هنا ومواعين هنا وكوبايات هنا وكوبايات هناك، ويبقى المطبخ زايط معايا وهايص وابقى مش عارفه المه. طبعا غالبا انا ببقى مخلصه ده من بالليل، لكن لما بيبقى عندي طوارئ او تعبانه شويه والبنات في ايديهم شغل او مش فاضيين، بسيب المطبخ للصبح، والاول ما بقوم بعمله قبل ما ببدا اي حاجه في المطبخ. خلاص احنا عرفنا الكلام ده معلومي بقى وحفظناه. طيب انا هنا جمعت كل المواعين كده قدامكم وقربتها قدامي على الحوض، بحيث ان انا افضي غسالة الاطباق. هنا التربو كان فيه كام حاجة كده مش عاجبني، رتبتهم ونفضت الحز بتاعه، وهبتدي بقى دلوقتي اخلص المواعين اللي قدامي. هنا كان في شويه لبن في اللبانه، هجيب كنكه صغننه احط فيها شويه اللبن وادخلهم على التلاجة، بدل ما يبقوا بق لبن محطوط في لبانه 2 كيلو يعني، وهياخد وقت، هياخد مني زحمه ومكان على الفاضي. حطيتهم على جنب، وهبتدي بقى دلوقتي افضي كل البولات اللي فيها بواقي الاكل، وافضي كل بواقي الاكل في الباسكت علشان تبقى الحاجه قدامي فاضيه وجميله. ابتدي انا بقى ايه، اديها شطفه كده تحت الحنفيه، وبعدين ابتدي ارصها في الغساله بعد ما افضيها. طبعا غساله الاطباق يعني كتر خيرها معايا اهو. بصوا اهو لميت الحاجه كلها عند الحوض، وهبتدي افضي غساله الاطباق. كان طبعا غسالة الأطباق شغالة من قبلها بيوم. الحاجة اللي فيها بقى هبتدي أرصها، المعالق مع المعالق والشوك مع الشوك والسكاكين مع السكاكين والبنات مع البنات والصبيان مع الصبيان زي ما احنا متعودين. وهبتدي بقى أفضي الباسكت كله كده بتاع المعالق والسكاكين وارصهم مكانهم على طول، واحط غيرهم على طول بقى اللي هم هيخشوا الغسالة. عايزه اقول لكم بقى كل الناس اللي هي بتبعت تقول لي احنا مش عايزينك تبطلي فيديوهات المطبخ تاني لان انت بجد بتحمسينا، عايزه اقول لهم بجد كتر خيركم على تشجيعكم ليا، ولولاش الكلمتين الحلوين اللي انا بسمعهم في الكومنتات وبشوفهم على انستجرام وبشوفهم على الفيسبوك، والناس اللي بتخشي على الخاص وبتقول لي انت فين بتغيبي علينا ليه هو ده الكلام اللي بيشجعني يا جماعه. وكل فيديو بعمله كل ما بلاقيه بيعلى عن الفيديو اللي قبله بجد بتشجع اكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. يعني اكيد سواء كنت بغيب وبرجع، فانا برجع بيكوا ليكوا عشان انتوا بجد مهتمين بيا وبغيابي، ومش فارق يعني مش بتوصلوني للمرحله اللي بقول فيها خلاص انا مش فارقه معاهم. بس بجد انا بنبسط جدا لما بلاقي نفسي فارقه وفارقه كتير مع ناس كتير. ربنا يعني يديمكم نعمه في حياتي بجد. انا لو كنت بتشجع وبرجع فانا برجع عشانكم انتوا. هنا خلصنا الحوض، لازم بقى طبعا الحوض ياخد حقه، ياخد شاور حلو كده ندعكه دعكه محترمه، والحنفيات معانا كمان مش هننساها. اما الرخامات فدي اخر حاجه بقى بمسحها علشان ابتدي بقى اعمل الاكل على نظافه. وفي الغالب انا بصوا هنا عمرو عمال يناكف فيا رايح جاي،
وفي الغالب انا لما بقف اعمل الاكل مش بوسخ الدنيا، يعني الحمد لله الامر بيبقى الى حد ما محتفظ بنظافته، يعني الرخامات بتبقى محتفظه بنظافتها، لاني اي حاجه بتتوسخ معايا بمسحها على طول. الفوط اللي معايا دي جايباها من كارفور، الفوط دي حلوه قوي يا جماعه، غير الفوط الفايبر اللي انا وريتها لكم قبل كده اللي هي فيلدا او اريكس. لا دي فوط هبقى اعمل لكم ريفيو عنها، زي ريفيو الاير فراير اللي ما اتعملش كده انا فاكراه وهعمله لكم قريب ان شاء الله. بقول لكم كتير هعمل لكم ريفيو عن كذا وما بعملش، والله بجد يعني ممكن تقولوا بنسى او بمعنى اصح بنشغل في حاجه تانية، بس ان شاء الله في كذا حاجه انتوا كنتوا طالبينها مني وهعملها لكم ان شاء الله قريب، منهم الريفيو عن الاير فراير، هقول لكم استخداماتها ايه، وهقول لكم هي نفعاني في ايه، وايه الحاجات اللي حبيتها فيها وايه الحاجات اللي ما حبيتهاش. هندي بقى تلميعه هنا لكام حاجه كده في ايدينا. بصوا لما كل يوم تاخدي حته في المطبخ كده معاكي تمسحيها وتنضفيها، جنب بقى الروتين اليومي بتاعك اللي هو الاكل بقى والغدا والكلام ده كله، مواعين الغدا ومواعين الفطار، تاخدي مثلا ضرفه تفضيها وتمسحيها، او تاخدي حته من الشفاط تمسحيها، هتبصي تلاقي بعد كده الحاجه قدامك سهله ومش محتاجه مجهود ولا وقت طويل ان انت تنضفيها. لما يبقى اول باول ايدك في الحاجه صدقيني مش هتاخد معاكي وقت وانت بتنضفيها بعد كده، ومش هيتراكم عليها دهون ولا اي حاجه. هنا انا خلصت المطبخ خليته زي الفل معايا، يلا بقى نبتدي نعمل الاكل بتاعنا النهارده. اول حاجه في الحله السحريه بتاعتي، الحله السريعه، حطيت هنا موزتين ضاني ومعاهم طماطمايه مقطعه 4، بصلايه 4، فلفل رومي وفلفل حراق، وواحده لومي، مش انا الفلفل الليمون المجفف هو اللي مسمي اسمه على اسمي، مش انا اللي مسميه اسمي على اسمه، لا مؤاخذه يعني. شويه من ورق اللورا، فلفل اسود، ملح، حبهان طبعا، وهنزل بالميه السخنه بتغلي من الكتل، وهغطي الموزه بتاعتي بالشكل ده، وهغطي الحله كلها واحطها على النار. هتاخد معايا بالظبط ربع ساعه، تمام كده، ربع ساعه وهتكون الموزه بتاعتي جاهزه كده. خلصت الحمد لله. ايوه بصوا متفصصه اصلا وشكلها مستوي جدا في الشوربه. هصفي بقى الحله دي لاني هستخدمها في الكبسه. ليه النهارده انا استخدمت الحله دي في اكلي كله؟ لان انا مستعجله، دخلت المطبخ متاخره، وكمان كنت صاحيه متاخره لان كنت تعبانه شويه امبارح ومش عارفه انام، فقمت متاخره. فالحله دي بصراحه بتنجز معايا كتير. هنحط معلقه من السمنه، شويه من الزيت، وبعدين هحط اللحمه بتاعتي. اللحمه دي موزه، هحطها بالشكل ده تاخد تشويحه محترمه، وبعدين هحط باقي الكميه كده زي ما انتوا شايفين. انا اوزع طبعا والحله عاليه فبشب علشان تشوف اللحمه جوه الحله، انا ما كنتش شايفاها اصلا. فلفل اسود وقرفه وورق لورا وحبهان وشويه فلفل صحيح، فلفل اسود صحيح مش بودره، تمام. وهديها تشويحه حلوه بقى كده بحيث ان هي تاخد معايا لون احمر كده جميل. هنقلب بقى كده من الوقت للتاني، ومش هديها فرصه تنزل السوائل بتاعتها لاني انا مشغله الحله على نار عاليه قوي. شويه من السبع بهارات او بهارات اللحمه اللي تحبيه، هديها تقليبه تانية. قلب 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 كده كويس، وزي ما انتوا شايفين ما زلت بشب علشان اشوف اللحمه جوه الحله محدش يتريق عليا. وبعدين هبتدي احط لها ميه سخنه من الكتل واسيبها تستوي. في حله تانية على النار حمرت شويه مكرونه صغننه وحطيت عليهم شوربه الموزه الضاني، وهعمل احلى شوربه. التكايه دي بقى جربيها، بحط فص توم في الاخر خالص بعد المكرونه ما تستوي، فص توم اخضر، وبعدين هقلب تقلبتين وكده هطفي على الشوربه بتاعتي جاهزه. فص التوم ده بيودي الشوربه في حته تانية خالص، بيخلي طعمها حلو. هظبط بس شويه الملح، وبعدين كده الشوربه بتاعتي جاهزه. بعد ما اللحمه استوت صفيتها، وبعدين في نفس ذات الحله هحط بصلايه كبيره متقطعه كده خشن وهديها تقليبه في نفس الحله. انا بصوا لو تلاحظوا حتى ما غسلتهاش، يعني يا دوب صفيت منها اللحمه بعد ما استوت بالشوربه بتاعتها بكل اللي فيها في مصفى. وهشوح البصلايه، احط معاها قرن فلفل حراق، فصين توم كبار،
وههرسهم كده، وبعدين هبتدي انزل بالثوم كده مع البصل والفلفل. بصوا بقى الهرسه دي الميزه بتاعتها ان هي بتهرس لي الثوم لاخر حته فيه، يعني مش بتخلي نص فص الثوم مش مهروس. بصوا القشره اللي بتفضل في الاخر بنزلها برضو في الحله بتدوب مع الاكل ومش بتبان خالص. هقلب بقى البصل مع الثوم لحد ما احس ان ريحه الثوم بدات تظهر معايا، وبعدين هحط هنا بصوا لون البصل مع الثوم، تحسوا ان هو لونه بقى ذهبي. هبتدي انزل بقى بالطماطم كده واقلبها كويس مع كل المكونات دي تقليبه حلوه كده علشان احس ان كل المكونات امتزجت مع بعضها. وبعدين هنزل باللحمه اللي انا كنت سلقاها وسايبه الشوربه بتاعتها على جنب عشان هنشوف دلوقتي هنعمل بيها ايه. هقلب اللحمه بقى كويس قوي مع الخضار ده، وبعدين هبتدي اجيب الرز لا يا ربي، الاول هحط شويه من الفلفل الاسود علشان اظبط ايه التوابل بتاعتها، وبعدين هحط معلقه كبيره من كبسه اللحمه وهديها بقى تقليبه. الكبسه ليها بهارات معينه بتجيبيها من عند العطار بتقولي عايزه بهارات الكبسه، بيديها لك، بتحطي منها معلقه على الاكله بتاعتك، ما بتزوديش عشان خاطر ما تمررش معاكي. هنا هنحط معلقه كمان من الكاري، وهبتدي اقلب بقى كويس قوي علشان كل الطعم يمتزج مع اللحمه ويبقى كله كده طعم واحد، ما يبقاش كل حاجه راحه في ناحيه لوحدها، الخضار في ناحيه واللحمه في ناحيه، لا يبقى كله شارب من بعضه. هنا بقى الرز بتاعي انا كنت نقعاه حوالي ربع ساعه. الرز ده اللي هي الحبه الطويله اللي لونها ذهبي. هقلب بقى كده كويس واشوح الرز كويس مع اللحمه ومع الخضار، وبعدين هبتدي اجيب الشوربه بتاعتي طبعا سخنه، هنزل بكميه الشوربه بتاعتي كلها، وهزود كمان حوالي نص كوبايه ميه عشان اضمن ان الرز بتاعي يستوي. طبعا الرز في الحله دي ما بياخدش ازيد من اخد مني بالظبط 12 دقيقه. هسيب بقى الرز في الاول على نار عاليه بس اظبط الملح، وبعدين هبتدي اهدي النار وهسيب اللي هي صفارة الامان بتاعت البخار دي مفتوحة، مش هقفلها، تتقفل بس في حالة لما تكوني هتسوي فراخ او لحم. طيب هنا بقى هنعمل سلطة الدكوس زي ما انتم شايفين. حطيت توم وبصل وطماطم، وطبعا هظبط البهارات ملح وفلفل اسود وكمون، وهبتدي اضربهم كلهم مع بعض. بس طبعا مش هننسى الفلفل الحراق لان ده اللي بيديها التست الاخير بقى، الحراق ده الجميل مع الاكله الحلوه دي. انتي بقى لو ما بتحبيش الحراق مفيش داعي ان انتي تحطي، يعني عادي ده اختياري. الاكل اذواق، مش شرط عشان انا بقولك لازم تحطي فلفل حراق يبقى هو لازم تحطي فلفل حراق، يعني هو من غيره الاكله هتبوظ اكيد لا طبعا، على حسب ما انتي بتحبي. ممكن يكون عندك اطفال صغيرين ما ينفعش تاكليهم حراق، وممكن يكون الناس اللي هتاكل ناس كبيره وبتحب الحاجه سبايسي فبتزود بقى في الحراق بتاعها. هحط بقى التوابل زي ما قلت لكم، ملح وفلفل اسود وشويه كمون. عايزه تحطي بقى سنه خل سنه زيت، دي حاجات كلها اختياريه وانت حره، عايزه تحطي حطي، مش عايزه انت حره. ممكن تستغني عن الخل بان انت تحطي ليمون، برضو حاجه حلوه مش وحشه. هضرب بقى كل المكونات دي كويس واخليها ناعمه كلهم كده مع بعض. هنضرب نضرب 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 وبكده تبقى السلطه بتاعتي جهزت. يلا بينا. خلصنا الاكل بتاعنا وهبتدي دلوقتي اغرف عشان الحاج جاع جدا جدا جدا. انا طبعا عملت الدقوس اهو، تيجي بقى نغرفه. طبعا الدقوس دي بقى من الحاجات اللي عملتها وبصراحه عجبتهم قوي. دبوس يعني دبوس بكوس اوكي. وطبعا يعني انا ورايا مشاوير، ورايا حاجات مهمه، بس برضو ايه اكل لومي بقى كله بقى يهون. ايوه عشان ايه الشوربه طبعا زي ما قلت لكم ضاني شوربه الموزه الضاني اهو. بصوا يا جماعه والله يعني مش تحيز يعني، بس انتوا عارفين الشكل بيبان يعني. ربنا يديها الصحه والله ويجازيها خير، مش عشان لومي يعني، انتوا عارفين بس بتتعب في المطبخ. ربنا يخليك يا رب.
عشان كده بقى يا جماعه كافئونا باللايك بقى يا جماعه. يعني سيبوكوا ان انا بخش بهزر بقول دي طريقتي وانا بعمل وانا بسوي. الله يديها الصحه ويبارك لها في عيالها، والله مدلعانا. ربنا يخليك يا رب. اهم حاجه ان انتوا تتبسطوا بس. اهم حاجه بس ان انت تبقى ايه؟ شفتوني انا راضي عنها؟ يعني عايزين نقف بقى عند يعني اللحظه دي عشان ما بتتكررش احنا كتير. عايزين نقول الرضا. ايوه احنا عايزين نقول الرضا. ننول الرضا. يا ريت ننول الرضا. ماشي. ادي كده ايه الدقوس وادي الشوربه. دقوس. ايوه. اللحمه في الهبر. هنجيب الهبر اهو حالا يا فندم، حالا يا فندم. هتقول هنا كده عشان النظام. دي قدامك كده. ماشي براحتك اهو. ماشي يا فندم. اوكي. ونستعد بقى للزغلول الكبير. نبي. الصلاة على الصلاة، لا كلام ولا فشخرة. شفت بقى؟ تعمل فلفل. احط. ها. اللحمه في شامم؟ الدقوس في الرز. الله كبسة. كبسة ولحمة ورز بموت فيها بموت فيها. يلا بينا نغرف بقى. ربنا يديك الصحه. بصوا بقى زي الجمال. ما انت مدلعانا كده. ربنا يخليك يا رب. خدوا بالكوا يا بقى. عيني. خدوا بالكوا بقى. ها؟ يا عيني. دي لحمه ضاني برضه؟ لا شمبري؟ دي موزة. موزه؟ اه. يا سيدي. يا ليلي. موزه. امال فين؟ لا دي موزة متقطعة. موزه ضاني فين؟ هجيبها لك يا حبيبي، اصبر بس على رزقك. مش شايفها في المطبخ. لا والله موجود. هيقلب اهو هيقلب. ما كنا ماشيين حلو. وديتيها فين؟ موجودة. اصبر بس على رزقك. الفيديو الجاي بالمناسبه بتاعي هعمل لكم وصفات من وصفات امي الله يرحمها. طب اللي ناس متحمس كتيرة. بقى للوصفة دي حط لايك. ناس كتيره هتقول لي انت جبتها منين الوصفه دي؟ انت قديم قوي. ياه. اسمها قديم كمان. هي ما عرفتوش. اه انا اكذب ما عرفتهاش يا جماعة. اعمل ايه طب؟ انا جوعت. شكل الاكل جميل ازاي؟ اوكي. لسه حط. انت بخيله ليه؟ بقى. ايه ده؟ ده لومي. ايه لون؟ بصل ده؟ لا الليمون مجفف. ليمون. ما تحط. ايوه هو ده الكلام. فين؟ بوظ. تتحدث عن نفسها. ادوق بقى. هندوق يا حبيبي طبعا. نفسي ادوق. امال ايه؟ بصوا بقى ايه الموزه التانية اهي. اهي. يعني هي متفصصه لوحدها. اهي. ايه؟ يلا. شوف بسم رايك الله. بقى. بسم الله. يلا بينا. من غير ما ادوق الاكل باين. الاكل باين من غير ما ادوق. ايوه. واحده بكوس معاها. بكوس ايه؟ طب انا كده هتغدى. كالعاده هيتغدى قدام الكاميرا. طب يا جماعه الحمد لله الاكل عجب الحاج. طب دوق الموزه بقى. دوق الموزه. اجيب لك حته موزه. بصوا يا جماعه هوريكم قد ايه هي بتتفصص. بصوا بصوا خدوا بالكم شايفين؟ بصوا طالعه عامله ازاي؟ اها. اه. عشان تسمن وتربرب. الشوربه حضرتك دقت الشوربه؟ تمام. الدقوس تمام. كله زي الفل. طب مش هندوق بقى الموزه؟ ايه بقى؟ مش ندي كل حاجه حقها. عايزين نشوف الناس. بصوا اللحمه سخنه معاها. بصوا شايفين؟ بصوا بتتفصص ازاي؟ يعني مش قادره امسكها بس هي. يلا. طب يلا انا وانا اتلسع. هوب. همي يا جمل وكمان همي يا جمل. الحمد لله. طب يا جماعه لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتتفرجي عليا ولسه ما اشتركتيش يلا بسرعه انزلي على زر الجرس وانزلي على زر الاشتراك واشتركي. زر الجرس اهو. واكتبوا للحاج في الكومنتات متشوقين للوصفه اللي هيعملها لكم ولا لا. وصفه امي. وصفه مامته. ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فينيش.